اجي نقول لكم مصر متاكدين خرجت من الدور 16 ياكو؟ عندك يكون الفيفا قلباتنا وعطاتهم شي حاجه بلا خبرنا، راه ما يمكنش، وراه باقيين يحتفلوا. منتخب مصر العظيم. لا ما تقولوليش هادشي وقع، ما يمكنش عاوتاني يكونوا احتفلوا، ما يمكنش يكونوا المصريين عاوتاني يحتفلوا، راه ولاو المصريين احتفلوا اكثر من الماتشات اللي ربحوهم في كاس العالم. حق مولانا حتى باقيين يحتفلوا، سيمانه هذه ما دخلوش مصر كلها برا في الزنقه، ما دخلوش لديورهم. اي والله كل ليله ما كاين عا القصاير والنشاط حتى يصبح الحال. الناس خارجه واللعابه خارجه ويجيبوا عيالاتهم وولادهم وكل شيء ناشط والناس تفرج فيهم، الممثلين والمغنيين ما كاينش اللي داخل. سيمانه هذه كلهم برا، كلهم عايفه يشطوا. ولا استغفر الله على حالة. تعال تكون الفيفا قلباتنا، بلا قلبي بدا يتخوشش، تكون عطاتهم شي حاجه بلا خبرنا. هاد الفرحه هذه 7 ايام ماشي ديال الدور 16. لا 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 تقوليش لا، شي حاجه تما. احتفال الاول والثاني والثالث والرابع بزاف بزاف. او احنا عملنا حاجه؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه. انت حابه كمان هتلاقي الكتب بتاعتنا في الابتدائيه بيتعلموا فيها كيفيه الخروج من دور ال16. يا ده احنا عندنا كلاحه مش هتلاقيها عند حد. احنا هنجلط الفيفا، احنا هنخلي الفيفا تحرم تدخلنا كاس العالم تاني. يا جماعه انتوا ليه مش شايفين الانجاز؟ يا جماعه فريق مصر طلع لدور ال16، في ايه؟ يا جماعه مصر طالعه من دور ال16 على يد الارجنتين. ده فخر كبير جدا لكل المصريين. يا لهوي يا لهوي، دول عملوا حفله بجد بمناسبه دور ال16. ده في حفله، انا قريت الخبر امبارح ما صدقتش، قلت فيك، ده طلعت في حفله بجد. طب يا جماعه انا حد قال لي امبارح ان احنا خرجنا من دور ال16، نمت حزين جدا، صحيت لقيت ده. انا مش فاهم حاجه يعني. هو منتخب مصر وصل سيمي فاينال وانا نايم ولا ايه؟ يا جماعه احنا عدينا دور ال 32 وبعد كده طلعنا. اعمل الحاجات دي مثلا لما تبقى من الاربعه الكبار وصلت سيمي فاينال مثلا وطلعت رابع، اوف اوكي ماشي، انا اروح انزل اصلا اعمل احتفاليه تحت البيت، اعمل مسيره. يعني بلاش افوره يا جماعه، بلاش افوره. في ايه؟ الجمهور المصري زعل ان تم استقبال المنتخب في العالمين، قال لك هنراضي الجمهور وهنعمل لهم حفله في استاد القاهره ويجوا يفرحوا مع المنتخب بالانجاز اللي عمله. احنا شعب بيحب يهيص وبيحب الفرحه وبيحب يفرح باي حاجه، بس يبقى السؤال احنا هنخلص امتى؟ مش عاجبك تسمعها مني؟ اسمعها لك بصوت الرئيس. احنا هنخلص امتى؟ ايوه احنا هنخلص امتى؟ الليله والليله اللي حاصله دي بوخت وافورت بزياده عن اللزوم. انا مش غايزني حاجه غير في 4 منتخبات لسه بيلعبوا على مين اللي هيكسب كاس العالم. مصر مش معتمده، احنا كسبنا كاس العالم. عملوه احتفال كبير فشخ، اصل ما حدش هيعكر دمنا، احنا كسبنا. اتوبيس يالا ولف يالا في الاستاد كله يالا، نزل اللعيبه ويجروا كلهم في الاستاد والناس تفرح. طالعين من دور 16، مقام دور 16، مقام هنعمل له مقام. يا نهار اسود، تخيلوا لو كنا خدنا كاس العالم. يا نهار اسود يا نهار اسود، والنايل عليا وعلى سنيني واللي خلفوني وجدودي وجدود جدودي. واش مصر ادت كاس العالم؟ الله يحرق ابو كاس العالم على ابو ماتش الارجنتين، على ابو ميسي، لان هو ميسي غلطان. ميسي لو كان خلص الماتش بدري كنا خلصنا. احنا بنقلب نفسنا بطريقه غريبه. احنا وصلنا دور 16 يا جدعان، ما وصلناش نص نهائي، ما وصلناش فاينل، ما خدناش كاس عالم. حمق. احنا لو خدنا كاس عالم كنا ضربنا نووي في الجو تحيه، ما كناش ضربنا شماريخ، نووي في الجو كده. هو ايه ده؟ ايه ده بجد يعني؟ احنا اكبر من كده بكتير. احنا الحاجات دي بالنسبه لنا عاديه يا جدعان. احنا واخدين 7 افريقيا، احنا اكتر منتخب في 200 القاره دي واخد بطولات، اكتر منتخب عمل ارقام قياسيه في البطولات. نحتفل عشان وصلنا دور 16؟ ايه يا جد، حنه يا جدعان، مش احتفال، حنه والله. مين اللي اقترح الفكره دي اصلا؟ ايه ده منين جبتوه؟ من تيمو؟ ده كاس عالم، وطالما عندنا كاس العالم بالحجم ده بنروح نلعب على الصغير ليه؟ وايه التيشيرت ده كله؟ مقاس مين التيشيرت ده؟ ما عندناش احنا الاحجام دي، هم ضموا البيج رامي. عندي سؤال اعلى، على
سيبكم من الحنه اللي كانت معموله النهارده في استاد القاهره. مش حل لو ما كناش مرقوعين 3 اجوال في اخر 10 دقايق من الارجنتين، كنا هنبات في استاد، كنا هنعمل ايه؟ لو كنا كسبنا الارجنتين كنا هنعمل ايه؟ وايه 100 مليون شكرا يا مصر؟ حد يجي يسالني ليه 100 مليون شكرا يا مصر؟ ليه مش 120 شكرا يا مصر؟ 120 مليون، ما احنا 120 مليون. اقول لكم عشان في 20 مليون مقموصين ان مصطفى محمد ما راحش المنتخب. يا حبايبي فتحوا بخوف كده معاك. واحده مش صربعه على ايه؟ لسه السنه قدامنا طويله. ايه بتقول ايه؟ قال لك الله يستر باقي السر. المصريين باقيين كيحتفلوا الصقعه. قال لك عرفتي احتفالات في السطاد، الاحتفالات في الزناقه، الاحتفالات في الديور، هادشي عا خرجوا من الدور 16. وانتي البارح ناطق عليا واحد المصري بغيتش نحل كيقول لي حلي نعاود لك على الماتش، وانتي راه صافي تسطا وخرج لي من العقل. وانتي اختي مني نتوما دايرين هادشي خاسرين، هادشي خاسرين عباد الله مع الارجنتين 3 ودايرين هاد الحاله. او قال لك النص النهائي مش انجاز. وانتوما داكشي اللي درتو نتوما راه ما درناش حنا، وراه خرجنا من ربع النهائي وبنادم كاعي والمغاربه طالع عليهم الدم. قال لك علاش نخرجوا من ربع النهائي؟ لا ده بجد يعني، هو بجد. وراحوا الملعب وما بين العالمين وما بين القاهرة. يا مصر نفختينا يا مصر. يا مصر حتسكتي ازاي؟ يا مصر حتسكتي ازاي؟ انا اللي طلع لي فيديوهات من امبارح لليوم نفخوني. احنا عايشين معاهم بالعافيه. يعني احنا احتمال نهج بره البلد بسببهم. لانني شفتهم استقبلوهم في المطار واستقبلوهم في الشارع واحتفلوا معاهم في الملعب وجابوا لهم فنانين والجماهير. كيفاش هادشي؟ راه الا كان شي واحد ما تفرج في هاد كاس العالم وشاف هاد الاحتفالات اللي كديرها مصر يقول 100% ضات اللقب. ما عنديش والله ما عنديش. ربنا يزيد ويبارك، ربنا يزيد ويبارك. حد مبلغهم ان احنا طالعين من دور ال16؟ حد مبلغهم ان احنا مرقوعين 3 من الارجنتين في اخر 10 دقايق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. ايه اللي مصر بتعمله ده؟ انا مكسوف. انا قاعد بتفرج على الاحتفالات والحاجات، عمال ابص بطرف عيني واقول يا رب ما حد يكون شايفنا من الاحراج، يا رب العالم ما يكون بيتفرج علينا. وعمال اتفرج كده وهم بيلفوا الاستاد ويعملوا كده. يا جماعه احنا خرجنا من دور ال16 واحنا غلبنا الروم، حررنا المنوفيه، اتهزمنا ورجعنا عادي زي اي منتخب في كاس العالم اتهزم ورجع بلده. السلام عليكم، والله نعتذر لكم كثيرا اننا لم نكن موفقين. عليكم السلام، اتفضلوا خلاص كل واحد يرجع لعياله وبيته. اللي بقى عايز يخرجهم ينزلهم وسط البلد، اللي عايز يجيب لهم تيشيرتين خلاص، والحياه رجعت الا المصريين. تما واش مصر دات الكاس؟ علاه من امتى؟ ياك باقي لاعبين؟ انت يا اختي السيده خرجت من دور 16 ودات الكاس. واش نتوما كيشبهش الكاس ديال العالم؟ شتا هذا عنده الودنين. واش شي كاس جديد؟ ها بدلاتو الفيفا ولا كما الفيفا بدلات القوانين ديالها، رجع اللي خرج من الدور 16 كيدي الكاس. ويلي واش خلاو اللي غادي يربح في الاخر يدي بانيو؟ السلام عليكم، انا كابتن حسام. احنا هنقضيها احتفالات بقى، يعني احتفال في العالمين، احتفال في استاد القاهره، وكمان بكساكر مدفعين الشعب كساكر عشان تدخلوا يتفرج على الاحتفال. هنفضل نحتفل لحد امتى؟ ما نركز بقى، عندنا تصفيات افريقيا وعندنا دوري والاهلي هيلعب كونفدراليه وفي ليله كبيره قوي. اللعبه هتلعب امتى؟ هنقضيها بلبطه وصفه؟ كل دي احتفالات على دور ال16؟ ده على كده بقى المغرب تفضل تحتفل بقى 80 سنه بقى عشان اخدوا ربع العالم. فيا جدعان منظرنا وحش يا جدعان، منظرنا وحش بقى. منظرنا عامل زي العيل اللي نجح في الابتدائيه وبقى له 10 سنين في 6 ابتدائي. المغرب عامله حداد عشان خرجت من ربع النهائي، والسنغال اقالت المدير الفني. احنا بقى بقدرة قادر احتفلنا لمده 2-3 عشان خرجنا من دور ال16. أول مرة أشوف منتخب خارج من كأس العالم وعاملينه حفلة. تحتفلوا بإيه يا مصر؟ كمية الإحراج. تحتفلوا بإيه؟ بدوري ال16؟ يعني المغاربه زعلانين ان هم خارجين من دور الثمانيه، والسنغال تمشي المدرب عشان خرجت من كاس العالم، واحنا عاملين المنتخب حنه في استاد القاهره ان هو وصل لدور ال16. يا نهار عره، ده الواحد في نص هدومه من اللي انتوا بتعملوه. لا وكمان جايبين كاس بنحتفل بيه. امال الاربعه اللي بيلعبوا في نصف النهائي دول اسمهم ايه؟ وبيلعبوا على بطوله ايه؟ يا مصر مش بتعمليها زي يا مصر؟ كفايه احتفالات والله.
اعطيني صفارتك ابوسها يا سعادة الباشا. انقذنا من 50 سنة من التطبيل. تصور انت لو كان كسبوا الارجنتين وراحوا النهائي مثلا ايش كانوا باش يديروا فينا؟ انت شفت الحين يحتفلوا بدوري ال16. ولي كل دازو. شو تاني ما عملتوه؟ بربي خلاص خلاص هذا غير دوري ال16 مش كاس عالم. استنى هدي. المغرب غادرت، ألمانيا غادرت، هولندا غادرت، كرواتيا غادرت، البرتغال غادرت، النرويج غادرت. كل هؤلاء غادروا في صمت، ما حد تكلم منهم، ما حد صنع ضجيج. دول خلوا أعظم لاعب في التاريخ يبكي دما وقلبه يقطر دما عيط بحرقة. الأخوة المصريين اعتقونا لوجه الله، اعتقونا لوجه الله. خلاص يا أخي كرهتونا أم الرياضة، كرهتونا أم كأس العالم هذا اللي كنا منتظرين له من قبل 4 سنوات. يعني أدخل الفيسبوك، أدخل التيك توك، أدخل الإنستغرام، ألاقي منشوراتكم كلها بكاء وصياح وشكاء. خلاص يا أخي كأس العالم فيه 46 فريق، خرجوا 42 فريق، ما باقي إلا 4 وكلهم خرجوا بسكتة ولا واحد تكلم إلا أنتو. بنحتفل بالفشل. احنا عاملين احتفالية دلوقتي عشان احنا فشلنا في عبور دور ال16. بنحتفل عشان خرجنا من دور ال16. بالله عليكم شفتوا حد مضحك قد ما احنا بنضحك الناس علينا؟ والله بنضحك الناس علينا. حسام حسن واخد لعيبته في اتوبيس مكشوف في استاد القاهرة وجايبين عشرات الالاف من المواطنين يحتفلوا بخروج المنتخب من دور ال16. اونطه في اونطه فشل. وفي ايه يا جماعه؟ احنا عملنا ايه في كاس العالم عشان كل ده بجد؟ والله في ايه؟ انا مستغرب قوي. اللعيبه كل يوم على برنامج شكل، اللعيبه دلوقتي بيحتفلوا بهم في الاستاد وعاملين مجسم لكاس العالم كبير. احنا معلش احنا طالعين من دور ال16. والله الواحد في نص هدومه. والله هو في ايه؟ ما نهدى شويه خلاص. عملنا كاس عالم حلو وكل حاجه، نتطلع للمستقبل بقى، مش نقعد نحتفل بيه هنعمل مقام لدور ال16. انا اسف يا اخوانا، هي كل اللقاءات دي واحنا مرقوعين 3 في 10 دقايق. انا معاكم، احنا لازم نحتفل كلهم على التلفزيونات ولا كانهم خدوا كاس العالم امبارح. وبعدين انتوا جايبين للاعب تورته ليه؟ الله يديم الافراح والليالي. هذا 7 ليالي العيد عند مصر. ان شاء الله يا رب مصر من فرح الى فرح. والله مبسوط انا انكم فرحانين، لكن استفيدوا من تجربتنا. لا تحتفلون هذول اللاعبين، لا تعلمونهم كذا ان هذا انجاز حقيقي وبعدين ما عاد يجيبون شيء. خذوا الخبره من اخوانكم جنبكم، احنا بيننا وبينكم بحر. احنا في 94 تاهلنا دور ال16، سوينا احتفالات لم ولن تحدث مثلها على الكره الارضيه. احنا من كثر ما احتفلنا الفيفا يحسبوننا سرقنا كاس العالم. يحسبون الكاس معنا واحنا ما معنا كاس. احنا استاهلنا دور 16. صار حلمنا الان نوصل دور 16، حلمنا نعيد الانجاز. بس لا تسوون زينا ارجوكم. وقفوا هذه الاحتفالات، وقفوها مو عشان الشعب يستاهل نسوي اي احتفالات ثانيه. بس انا اعرف اللاعبين، اعرفهم، اعرف افكارهم. يا جماعه ايه شغل بتاع الواد محروس بتاع الوزير ده بتاع عادل امام؟ اضرب يا ولا. انا كل ما افتح التلفزيون، افتح التليفون، افتح الحنفيه بتاع بيتنا الاقي لاعب او مدرب او من الاداره الفنيه لمنتخب مصر عمال يحكي بقى عن مغامراته وصوالات وجولاته في كاس العالم. لو كنا خدنا البطوله بقى كنا طلعنا عبد الحليم حافظ من قبره يغني لهم. صحيح احنا شعب ملوش حل والله، شعب ملوش كتالوج يعني. احنا والله ما في بلد خرجت من كاس العالم او حتى هتاخد كاس العالم هتعمل اللي احنا عملناه دوت. فاحنا خلاص بقى نلم الليله كده ونلم الدور، واللي عنده مذاكره يذاكر، واللي عنده ثانويه عامه يذاكر، واللي عنده مصلحه يخلصها، واللي عنده شغل يروح يتقي الله عز وجل في شغله كده ويديله حقه، واللي عنده زوجه وعيال يبطل بقى ايه هري بقى ويقعد بقى يفضل زوجته وعياله كده ويربيهم على الدين، واللي عنده الصلاه ما يكسرش في صلاته، ولو انت راجل فعلا صح انزل صلي في المسجد، واللي غير محجبه تفوق كده وتتحجب بقى وتفوق نفسها، عشان احنا قدامنا مشوار علشان نخش الجنه. احنا عاوزين نخش الجنه على فكره والله العظيم. الاحتفاليه اللي معموله لمنتخب مصر في الاستاد دي بالنسبه لي تهريج. احنا بنحتفل على ايه يا جماعه؟ مش زودناها شويه؟ فين الانجاز دلوقتي؟ يعني انت دلوقتي بتشجع المنتخب على انه ما يعملش انجازات اصلا. كونك انك تحتفل بانك وصلت بس لدور ال16 والاحتفالات الفظيعه دي والافوره دي، مع ان انت كان ممكن تكسب الارجنتين بطل العالم وانت فرطت في الفوز. تمام؟ ده بالنسبه لي معناه انك بتقول للمنتخب كده ده الانجاز. ظهور الاعلام المكثف للاعبين المنتخب المصري امر غير صحي. شفنا بعد الخروج من المونديال
ظهور إعلامي كثيف للاعبي المنتخب المصري. لاعبين أدوا وقدموا بطولة ممتازة وخرجوا مرفوعين الراس من كأس العالم، لكن هذه الظاهرة غير صحية. شفنا مثلا مصطفى شوبير دا يكشف بالكامل عن الطريقة اللي يتبعها في صد ركلات الجزاء. شفنا بعض الإعلاميين وهم يجرون اللاعبين للسخرية من محمد هاني لأنه سجل في مرماه. شفنا إعلاميين آخرين وهم يسخرون من ليونيل ميسي أو يقللون من ليونيل ميسي. طبعا لاعبين المنتخب المصري أحييهم لأنهم ما انجروا في هذا السياق. أيضا المبالغة بالاحتفاء باللاعبين ممكن تقلل الحافز في البطولات القادمة. اللاعبين بعقلهم صار إنه إحنا إذا نوصل دور ال16 الإعلام حيحتفي بينا كأننا فزنا كأس العالم. مع الواحد بقى مكسوف من اللي بيحصل. حنة شيماء اللي احنا ليل ونهار عمالين نعملها للعيبة، اللعيبة نفسها تحس انها زائد. محمد صلاح ما جاش، محمد الشناوي ما جاش، مرموش ما جاش، هيثم حسن ما جاش، كل نجوم المنتخب المصري حست بالخجل، ما بالك احنا شكلنا بره بقى عامل ازاي. ده الاحتفال الثالث بالمنتخب المصري لحصوله على المركز ال16 في كاس العالم. امال لو كنا وصلنا اكتر من كده او خدنا الكاس عالم كنا عملنا ايه؟ طبعا هنحتفل بقى، ما احنا خدنا وصلنا لدور ال16. هو احنا حد زينا؟ احنا من ساعه ما جينا واحنا عمال نحتفل. جماعه احنا غلبة قوي، والله احنا غلبة قوي يعني. يا جماعه في ايه؟ ما كفايه احتفالات، كفايه احتفال. حلوه كده والله، حلوه كده قوي حلوه، خلاص حلوه. خلاص يا جدعان احنا هنهزر؟ احنا هنكذب الكذبه ونصدقها؟ ده احنا قابلنا نيوزيلندا واستراليا وكان اصعب حاجه قابلناها ايران، كان فيها الخمينئي ولسه كان سامح العيدروس تقريبا رايح اعاره. دي كانت اصعب حاجه احنا قابلناها، واحنا طموحنا زاد قوي وقلنا هنوصل 16 وهنعدي من ال16 من الارجنتين وبعد كده نطلع على صفت وبعد كده ننزل مسترد. لا الكلام ده كله كان احلام عصاري. واحنا بس ليه يا كابتن حسام؟ ليه فجاه كده فكرتني بغدا علي في الباشا تلميذ؟ ليه يا بسيوني اديتني كل حاجه وفجاه خدت كل حاجه؟ كنا خرجنا من دوري المجموعات بقى من نيوزيلندا بقى. لا احنا مش زي اي حد، احنا هنفضل نحتفل لعند 2030 لعند كاس العالم القادم. خلاص يا عم كفايه، خلاص كفايه، ابوس ايديكم كفايه. مصر وصلت لدور ال16. طبعا هو انجاز تاريخي بالنسبه لمصر، اول مره نوصل للمكانه دي، وطبعا انا فرحان والله العظيم، مبسوط وسعيد بهذا الانجاز الاسطوري، لان احنا يعني عمرنا ما فوزنا مباراه في كاس العالم. فلما تفوز لا وكمان تصعد، لا وكمان تعدي وتصل لدور ال16، لا وكمان تكون متفوق على الارجنتين 2-0 لعند ده 80، لا انت لازم تحتفل بقى. معلش يا اخواني المغاربه ومعلش يا كل اللي بيتفرج، احنا لازم نحتفل، احنا لازم نتبسط، احنا لازم نكون سعداء، احنا لازم نعرف العالم كله ان احنا وصلنا لمكانه تاريخيه. على فكره اول ناس يحتفلوا بمجسم كاس العالم هو احنا، النهارده هنحتفل بيه النهارده. والله العظيم يا جدعان اللي بيحصل ده عيب قوي، عيب قوي اللي بيحصل ده في حقنا. احنا ما خدناش كاس العالم، احنا ما خدناش كاس العالم، ده احنا طالعين من دور ال16 على ايد الارجنتين. الحكم ظلمنا، الحكم جه علينا، بس حسام حسن له اخطاء فنيه هي اللي تسببت في هزيمه المنتخب. عيب قوي لما كل يوم طالعين عاملين حفله وباحتفالات عشان طالعين. احنا بنحتفل عشان فريقنا مهزوم، احنا بنحتفل وعاملين في استاد القاهره هيلمان عشان طالعين من دور ال16. سيبك بقى من ان المنتخب عامل انجاز ومش انجاز. انجاز ايه؟ انجاز ان انت طلعت من دور ال16. ما 100 مليون الف فريق شارك في كاس العالم طلع من دور ال16، ما عملش ربع اللي حسام حسن بيعمله على القنوات ولا الاحتفالات اللي هم بيعملوها. عيب في حقنا يا جدعان، انتوا اتكرمتوا خلاص، عملتوا انجاز لبلدكم خلاص، لكن مش كل يوم احتفالات وانجازات وكل واحد جايب لمراته وطالع لي على استاد القاهره ولا اللي في عزبتهم وعمال تحتفلوا لي. ده ما ينفعش، اللي بيحصل ده ما ينفعش. انتوا ضحكتوا علينا جميع الشعوب. كفايه يا مصر، كفايه والله. مش يا مصر بتعمليها ازاي، يا مصر ما تعملهاش تاني. يعني كفايه اللي احنا بنشوفه ده بصراحه. انا شايف ان كده بقى كتير قوي بصراحه اللي بيحصل ده. يعني احنا خرجنا من دور ال16، ما خدناش كاس العالم، حققنا انجاز، احتفلنا وادينا الانجاز حقه. لا احنا ادينا الانجاز حقه يعني زياده شويه شويتين 30 شويه شغال. يعني قابلنا اللعيبه لما جت ماشي، لقاءات شغال، لكن نعمل احتفاليه في استاد القاهره احسن من افتتاح كاس العالم نفسه اللي اتعمل في كندا وفي امريكا. لا ده كده كتير وكده اوفر، وكده انت عملت للاعيبتك سقف للطموح، واللي بيعمل لنفسه سقف ما بيوصلش لاعلى، خلاص بيقل، عمرك ما هتعديه، لان انت عملت لنفسك سقف. انت حسست الناس كلها ان ده اخرك، ان انت عملت الانجاز، انت اخدت كاس العالم. وصولك لدور ال16 انت وصلت لنا كلنا كده ان احنا توجنا رسميا بكاس العالم. بالعكس احنا خرجنا من دور ال16
انجاز غير مسبوق لينا، لكن في ناس وناس عرب كسروا الانجاز ده وعملوا الانجاز ده. في منتخب كاب فيردي اول مشاركه ليه خرج برضه من قدام الارجنتين وكان عامل ماتش كبير وخرج من دور 32، يعني عدى اول دور وما عملوش الكلام ده. فاحنا كده افورناها وزودناها، وانا شايف ان كده غلط. يعني الحاجه لما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها، ده مثال بيتقال ودي حقيقه. الاحتفالات في مصر بالإنجاز الكبير للمنتخب المصري ما زالت مستمرة، ماشي مستمرة عاد كترات. احتفالين وباصين وعملتوا كأس لحالكم و370 مقابلة على 4500 محطة إعلامية. مبروك كأس العالم. معلش يا اخوانا لحظة واحدة بس، هو انتوا مش شايفين ان الاحتفالات دي كلها اوفر عشان احنا صعدنا دور ال16 وخرجنا مغلوبين من الارجنتين اول فرقة تقيلة لعبناها؟ معلش يا جماعة انا اسف، يعني ايه اللي اتعمل انجاز؟ انا نفسي افهم. الانجاز ده انك انت تعمل حاجة ما اتعملتش قبل كده، لكن في فرق وصلت ربع النهائي وفي فرق خدت البطوله. لما تاخد ميداليه هناك مثلا تبقى تعمل احتفاليه كبيره بالشكل ده، خلي الجماهير تحضر والناس تحضر، ولا انا كده اللي بكره الناس في الفرحه؟ المصريين يتذكروا بعد محتفلين، احنا تقصينا موراهم وجيناهم استقبلهم الرئيس وداروا الطوبيس، الرئيس والطوبيس. اليوم شنو داروا محلوا لهم استاد القاهره؟ ما انت اللي دخلتنا، استحمل بقى. انت واقع مع الشعب المصري الذي لا يقهر، هو ده الشعب المصري. عرفت يالا مصر بتعملها ازاي؟ اتفرج بقى. ويلي ها هو خونا، والله الا هو بالله. وقيل هذا كاس العالم ديال الفضاء المستقبل، هذاك الشيء ديال الاهرام والطاقات وداك الشيء اللي تحت الاهرام. وقع هذا المستقبل، هذا كاس العالم ديال 2316. ها هما الفضائيين جاو من الفضاء هذا. والله الا جالسين حتى هما قال لك ما دار حتى المغرب اللي نصف النهايه والربع. مشينا جمعنا حويجاتنا ومشينا نعسنا، ما سمعنا حد ما شفنا حد. ها هما شو ناري الحمد لله على نعمة المغرب. ويلي 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 كون دازو، ويلي 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 كون دازو، ويلي ويلي. خوي شباب حبايبنا اصدقائنا الحلوين، ارحموا ام الكوكب، ارحموا ام الكوكب. تعال كلمة راس شباب، ما حدا بس ترى انتوا خسرتوا يعني خسرتوا طلعتوا يعني برا اوت يعني. خلص ما حلو قدام يعني ما حلو قدام. الله يخليكم كافي، الله يخليكم ارحمونا. انجاز رائع، انجاز جميل وبارك الله فيكم وعملتوا انجاز بس خلص لهون بس يعني نصيحتي اذا بتاخذوا في نصيحتي. في النهاية احنا مبسوطين معكم يعني صراحة يعني، بس على طريقة مختلفة يعني بطريقة مختلفة، ولا في النهاية احنا اثنين مبسوطين يعني. السلام عليكم.